انا ابراهيم توفيق وكاشه وجاي معاكم في حلقه جديده نطرح سؤال. ليه كل اللي بيخرج بره الصندوق بنقعد نضحك عليه؟ تعالوا نشوف الفيديو ده سوا ونرجع مع بعض تاني. احنا ممكن نصدر طعمية. يلا يا عم، والله العظيم قادرين على تصدير الطعمية. نعمل عجينة زي ما الصينيين بدأوا كده. يلا وبعد ما الفيديو خلص جاي اقول لكم يلا نصدر طعميه. لا، هنا دكتور توفيق ما كانش قصده تصدير الطعميه بمعنى تصدير الطعميه، لا. هو هنا دكتور توفيق كان بيعمل اسقاط عشان بيشجع الشباب انهم يشوفوا ايه اللي الدول التانية عاوزاه فنصدر لهم الحاجات دي. يعني ايه؟ بنشوف ايه احتياجات النيدز بتاعت الدول التانية، احتياجات الدول التانية فنصدر لهم، فندخل عملة صعبة فنساعد البلد على النهوض. احنا لما ندخل عملة صعبة بنساعد البلد على النهوض. فهي دي الحته، ان هو كان بيشجع الشباب انهم يشوفوا اي حاجه تتصدر للخارج عشان ناخد بيها عمله صعبه وننهض بالبلد ونساعد البلد على النهوض. بس انا جاي هنا اتكلم بجد شويه، ليه ما نصدرش طعميه؟ انا عاوز اسالكم سؤال. بلاد زي الصين واليابان وتركيا والمكسيك مصدره ثقافه اكلهم للعالم كله. يعني انت لو رحت اوروبا هتلاقي كميه مطاعم تركيه لا حصر لها، لو نزلت مصر هنا هتلاقي كميه مطاعم تركيه لا حصر لها برضه. ولو هنا برضه ونزلت مصر هتلاقي السوشي اللي هو الصيني، وهتلاقي الاكل الياباني، وهتلاقي المكسيكان اللي هو التاكوز والكلام ده كله. ليه احنا بقى لما بنسافر بره ما بنلاقيش ليه الحاجات دي؟ ما بنلاقيش ليه اكلنا؟ ما بنلاقيش ليه ثقافتنا متصدره متغلفه ومتصدره لبره زي ما الدول دي غلفت ثقافتها بتاعه الاكل وصدرتها للعالم كله. احنا ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنعملش كده؟ يعني سؤال غريب. يعني احنا عندنا رجال اعمال كتير وعندنا ناس على وضعها، يعني بسم الله ما شاء الله. ليه ما بنشتغلش على الحته دي؟ ليه احنا بنسافر بلاد بره ونشتري فرنشايزنج بقد كده وننزل بيه مصر؟ ليه الناس دي مش هي اللي بتجيلنا تشتري من عندنا الفرنشايزنج وتروح تفتحها عندنا؟ يعني انا عاوز افهمكم حاجه عامه، فكره بسيطه خالص. الجرين برجر بالنسبه للناس كلها بقت فيجن والعالم كله بقى نباتي. فاحنا ممكن نعمل حاجه اسمها جرين برجر. ايه جرين برجر ده؟ في حد هنا بيعمله في مصر مسميه ماك طعميه. هو عباره عن ساندوتش، الساندوتش ده هو ساندوتش البرجر، بس شايلين قطعه اللحمه وحاطين قرص طعميه محشي كده وسخن وايه ملهلب، من اللي ايه من المصريين بيحبوه والعالم كله هيحبه لان هو طعمه حلو جدا. طبعا انا عاوز افهمكم ان الطعميه او قرص الطعميه فيه هاي بروتين، فيه نسبه بروتين عاليه، زي اللحمه زي الفراخ، لان هو عجينه مكونه من كذا حاجه. تمام، ففيها نسبه بروتين عاليه وكويسه. انا بس عاوز اقول ليه احنا ما بنصدرش ثقافتنا؟ ليه ما بنجلفش ثقافتنا ونصدرها للخارج زي ما ايطاليا عملت في البيتزا وفي الباستا، وزي ما الصينيين عملوا في السوشي، زي ما المكسيكان عملوا في التاكوز، زي ما الاتراك عملوا في اكلاتهم الكتيره وبقوا منتشرين حول العالم كله؟ ليه احنا ما بنعملش كده؟ سؤال. ليه احنا ما بنعملش كده؟ فانا اقول لكم حاجه، انا عندي واحد صاحبي والله على فكره، ده مش ده بجد مش بهزار، بيصدر للصين ضفادع. والله العظيم بيلم الضفادع ويصدرها الصين، بيلمها بكلام فارغ، ما فيش حد فاهم ايه ده. واحد بيلم ضفادع العين بيها ايه يا عم ده؟ فاهم؟ اتاري بيلمها وبيصدرها الصين. شايف؟ عبقري. فاحنا هنا الدكتور توفيق لما قالك صدر طعميه، هو ما كانش يعني، هو كان بيسقط على الشباب عشان تشتغل وكده وتصدر وتدخل عمله صعبه والكلام ده. بس انا بقول ليه صدر فعلا طعميه. انا قصدي هنا بصدر طعميه، صدر ثقافه الطعام بتاعت بلدك لبره. خلي الناس تيجي تشتري من عندنا فرنشايزنج، بلاش احنا اللي نروح نقعد نشتري في الفرنشايزنج، نجيب حاجات من بره، مطاعم من بره نيجي نفتحها هنا وندفع الشيء الفلاني للفرنشايزنج عشان نفتحه. ايه ده؟ احنا عندنا هنا اكل تحفه تحفه. ايه في ايه يا جماعه؟ عاوزين بقى نشتغل شويه كده بقى، وعاوزين نبقى زي الدول التانية دي. عاوزين يا جماعه نشتغل على، عاوزين نصدر ثقافه الاكل المصري للعالم كله، زي ما الاتراك وزي ما الصينيين وزي ما اليابانيين وزي المكسيكان. عاوزين نصدر ثقافه الطعام بتاعتنا للخارج ونبقى كده. ها، بقول لكم هو بيقول لكم صدر يا الطعميه ولا. انا واحد صاحبي بقى راح بيصدر ضفادع، والله بيصدر ضفادع الصين.
بس مش هينفع اقول اسمه بقى، ده هيكون الموضوع فيه ان ولا حاجه. اراكم في حلقه اخرى، كان معكم ابراهيم توفيق وكاش.